اعرف منين اذا كان الكرياتين ده اصلا مضروب ولا لا؟ قاعد انت يا صديق وعايز تجيب كرياتين وخايف لا تنصب عليك. تعال هوريك ازاي تعرف اذا كان ده كرياتين او لا، وازاي تعرف كمان جودة الكرياتين. وكمان هوريك مقارنة محدش قبل كده عملها لك، فرق ما بين الكرياتين المستورد اللي بنجيبه من هنا والكرياتين المستورد اللي بتشتريه بنفسك من بره. وجبنا كوبايتين المية، نفس مقدار المية بالظبط. وهنجرب سكوب من هنا. نحط هنا سكوب 5 جرام، ومن التاني 5 جرام. ثواني نسيت المعلقة. جبنا المعلقة، دلوقتي هنقلب الاتنين. هنستنى وهنشوف ايه اللي هيحصل بالنسبة للاتنين. تمام، هو الفرق باين هنا فعلا، دي بقت صافية تماما ودي باين فيها نسبة عقارة صغيرة. اعرف منين اذا كان الكرياتين ده اصلا مضروب ولا لا؟ الاتنين دول هنا كرياتين فعلي، مفهومش واحد مضروب. لو مضروب هيبقى طافي على وش المية، وده للأسف كنت فاكر الكاميرا شغالة طلعت مش شغالة ما تصورش. هتلاقي ان هو الكرياتين لازم بيغطس على طول، اول ما تحطه على الميه لازم يغطس تحت على طول، فتعرف ان ده فعلا كرياتين. لو طفى فوق فده اكيد مش كرياتين. ليه بقى ده هنا من العلبه دي الميه بقت صافيه بالشكل ده، وده هنا ليه في نسبه العقاره دي؟ عشان ده هنا كرياتين نقي بنسبه 99%، جوده عاليه جدا. اما ده هنا نقي بحوالي نسبه 75% بس، عشان كده لقينا نسبه العقاره دي فيه. ولو حصل واشتريت علبة كرياتين ولقيت فيها نسبة العقارة دي، فده معناه ان هي مش مضروبة. المهم ان هو فعلا بيغطس تحت المية معاك وداب معاك، واستخدمها عادي جدا مفيش اي مشكلة. لكن تبقى عرفت ان الشركة دي مش احسن حاجة وان انت مش هتكررها تاني. اتمنى طبعا اكون قدرت افيدكم باي معلومة، ولو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لي لايك وكومنت واشتراك في القناة عشان تشوف كل الفيديوهات انا بنزلها. ولو عايز تعرف اي معلومة عن المكملات، عن الانظمة الغذائية، عن اي معلومة في التمرين، ممكن تكتب لي في الكومنتات. سلام.